كلفت بقفل مضيق العقبة، وعشان نقفله لازم نحتل منطقة شرم الشيخ. فكنت أنا قائد قوات المظلات، فاخترت بعض قوات واخترت أماكن اللي هقدر أعمل فيها أو أقفل فيها يعني المضيق بطريقة سليمة، يعني بحيث قواتي تبقى سليمة في كل وقت. يعني حرب ما كناش يعني وصلنا لدرجة الواحد يقول ده هيحصل حرب ولا يعني، وما اتقفلش المضيق بطريقة صح يعني. معلش يعني أنا بتكلم رأيي طبعا. أنا ادوني قوات اللي أنا عايزها وحطوا لي قوات بحرية وطيران وخلافه. لا ما أعرفش اسمه يعني، ما أعرفش اخترته ازاي، مش فاكر يعني. أنا مش عايز أقول إن أنا في واحد معين يعني، لكن مش عارف اخترته ازاي وتعين ازاي، مش فاكر يعني، ومش فاكر رتبته، لكن ما أعتقد إنهم لازم أول أو حاجة زي كده. فشل القوات، مش القوات البحرية، اللي هو الصيادين والبحر وبتاع بالإمداد يعني. ما أعرفش دي كان إيه المشكلة، مش فاكر، لكن فاكر إن أنا بالطيارة عرفت إن الأرض مش سليمة، عشان ممكن الإمداد بالبحر يعني. ده من اللي أنا فهمته فكان الإمداد صعب شوية. ده نقطة ضعف مننا يعني. المفروض الواحد لما يودي قوات يبقى يضمن لها على الأقل الأمان يعني، عشان حتى اللي موجود ما يبقاش خايف يعني. لكن ما كانش عندنا يعني، ما كنتش أنا بالذات، أنا بتكلم عن نفسي يعني. ادوني أمر بإني يعني أسيب شرم الشيخ. فأنا طبعا القوات الرئيسية مجهز لها خطة انسحاب، لكن نسيت الفصيلة دي، ما أعرفش يعني. وهيتاكلوا ازاي وهيعيشوا ازاي، ما لا طيران ولا بحرية ولا هيساعدهم، واليهود هيقدروا يأثروا. فأنا عارف إنها قريبة من السعودية، فبعت إشارة للمشير عبد الحكيم عام، قلت له أنا حصل كذا وسبت كذا، فأرجو الاتصال بالناحية السعودية عشان يمونوا هذه القوات وياخدوا بالهم منهم يعني، على أساس برضه موجودين، ما قلتش اسحبوهم، قلت تموينهم أو يعني يدوه حسب الموقف العام. فما اعرفش ايه اللي حصل بعد كده، لكن عرفت بعد كده ان اليهود احتلوا الجزيرة واستولوا وخدوهم أسرى. ما عرفتش طبعا تفاصيل، وما يعني أنا غلطان، لكن يعني كانت ظروف. كان في قرار انسحاب. لا أيوه كان قرار انسحاب، وبعدين في قرارات صعبة إن أنا أوصل لها يعني بصراحة يعني. أنا بعد ما انسحبت بلغت المشير، كان اتصال للأسف يعني اتصال شخصي، كان مديني جهاز بتصل بيه يعني. فقلت له أنا سبت كذا وأرجوك اتصال بالسعودية، عشان على أساس إن السعودية كانت أقرب، مش عشان دي تبع السعودية أو تبع مصر. ما كنتش أعرف طبعا، أو ما فكرتش إن أنا أعرف، أو ما كنتش عايز يعني حدث يعني موضوع خارج ذهني الإنسان. بس كان عامل المفروض توفر لي طيارة الهليكوبتر اللي كانت بتجيلي، وممكن اديهم تموين او احول البحريه باي طريقه. لازم كنتش اسيبهم كده. لا ما اسحبهمش، هسحبهم ليه؟ ما فيش امر انسحاب. لا انا قصدي لما جه امر الانسحاب. لا لما جه امر الانسحاب وهم موجودين في قدرتي طبعا كنت هسحبهم، لكن انا نسيتهم. معلش انا يعني بقول بصراحه، لا ما كانش في قدره، ما كانش معايا الطياره الهليكوبتر اللي كانوا بيدوها لي، ولا البحريه، ولا عندي بحريه تقدر تسحب، لكن كان المراكب البحريه الصيادين وخلافه، وصعب ان انا اشغلهم. دايما الانسحاب وحش، ارتداد يعني. فمفيش حد بيحب الانسحاب، مفيش اي قائد يحب ينسحب يعني. لأن أي انسحاب بيبقى فيه لخبطة، وفيه إلا إذا كان منظم، وصعب تنظيم الانسحاب. فالانسحابات إحنا واخدين عليها للأسف يعني. حروبنا كلها فيها انسحابات كثيرة، حصلت فيها خسائر كثيرة. إحنا ما حصلناش خسائر يعني نتيجة انسحابنا كمنظم،
وكنا بنفكر نعمل ايه، ويعني الحمد لله يعني. وده ساعد ان سلاح المظلات يبقى ليه دور كبير في تمام. المستقبل. بعد كده تمام. استخدموا قواتي كلها بعد كده، هي اللي مسكت القناه ودافعت عنها، لان جايه سليمه. وانا ما اعرفش انهم يعني ما اعرفش الضباط اللي راح، الضابط اللي راح ما اعرفوش، ولا اعرف العساكر. فما كانش في فرصه. ما كانش في فرصه نعرفهم، ولا يعني تبع القوات عشان اقدر اعرف مين هم وساكنين فين، ويعني المفروض الواحد بيعرف معلومات كامله عن اي ضابط يديله مهمه معينه يعني. طيب في الصوره اللي نشرت يعني السنه اللي فاتت مع الكلام على الجزيره، نشرت الصوره الخاصه بالاسرى. حضرتك من خلال الصوره دي لو اي حد من العساكر فيها موجودين على قيد الحياه لسه واحنا نقدر نوصل له، حضرتك تحب توجه لهم كلمه ايه؟ ده سؤالي الاخير، يعني لو تحب تقول كلمه بشكل عام عن الصوره دي. انا هعتذر لهم يعني هعتذر لهم لاني مش عارفهم وما عينتهمش انا يعني، او يعني ما اخترتهمش تبعي، وبعتذر لهم لاني ما سالتش عنهم. دي نقط يعني من ضمن يعني الحاجات القياديه اللي تخلي الواحد يزعل، يعني يبقى زعلان عن نفسه يعني عشان قواته. المفروض كنت اعمل لهم اكتر من كده. ده ايوه، ما فيش اكتر من الاعتذار. تحب تقابل حد فيهم لو لسه على قيد الحياه؟ يا ريت اعرف منه بس تفاصيل حاجه معينه انا مش عارفها. ما اعرفش ايه اللي حصل في الجزيره، ما اعرفش ايه اللي حصل له يعني، خدوهم ازاي اليهود، اسروهم ازاي يعني، كل ده ما اعرفوش للاسف يعني. لكن لو حد يحكي لي مظبوط ابقى سعيد، لان انا ده تاريخ ولازم الواحد يعرفه مظبوط. ان دايما مصر اولا، يعني الواحد يفكر في بلده الاول، وان هي اللي تاخد كل حاجه، وبعدين يفكر في نفسه او في. انا فاكر زمان كنا بنحكي على مصر، كانت في اغنيه زمان وانا صغير فاكرها ما بنساهاش ابدا، ما تعرفيهاش انت يمكن او مش موجوده دلوقتي. مصر العزيزه لوطن، وهي الحمى وهي السكن وهي الفريده في الزمن. فين دي؟ الارض غاليه والوطن غالي، خصوصا انا امي الله يرحمها رضعتني حب الله ورسله وحب الوطن. يعني تعرف ان في شباب صغير في العشرينات من عمره خرج يوم 15 ابريل 2016 وسمى نزوله دفاعا عن الارض، وسمى نزوله جمعه الارض. فكره ان هذا الشباب بيقول احنا ما حاربناش في 67 73، لكن بنقول ان الارض دي بتاع ارضنا وخايفين عليها طول الوقت انها تروح منا. ده مثل لحضرتك حاجه ان فكره ان الشباب متمسكين مثل لي اللي انا كنت عايزه. مصر اولا، يا ريت زي ما غالية علينا غالية عليه، لازم يشعر بكده. احنا جربنا واهمية الارض وضربنا وخسرنا كتير، لكن برضه بندافع عن ارضنا وبنحب ارضنا وبنحب بلدنا.